بأداء متوسط أو أقل الزمالك بيفوز ب6 أهداف مقابل لا شيء على خصم ضعيف ومستسلم وبيقولك اكسبني بالراحة والنبي يا كابتن. ومع ذلك الأداء ده مش هينفع في الكونفدرالية السنة دي، لأن السنة دي فيها عتاولة: الوداد واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد والنجم الساحلي، ده غير المصري اللي عرفنا هنا في الدوري. الزمالك بيبدأ الماتش بمحمد صبحي في حراسة المرمى قدامه 4-2-3-1، الونش وحسام قلبين دفاع، على يمينهم عمر جابر وعلى شمالهم فتوح، على الدايرة ربيع وحمدي، قدامهم ناصر ماهر، على اليمين خوان بزيرة، على الشمال أحمد شريف، تحت مهاجم وحيد عمرو ناصر. دي أقل نتيجة كان ممكن يخلص بيها الماتش ده. الماتشات اللي زي دي اتعملت عشان تاخد ثقة، تحقق أكبر مكاسب، تدي رسايل لباقي فرق البطولة، على الأقل تبقى ضغطهم نفسيا لما يواجهوك. واحدة من أهم المكاسب النهاردة إن خط هجومك كله سجل أول الأهداف الأفريقية لبزيرة وشريف وعمرو ناصر، وياريت ما تكونش آخرها. حتى الجزيري لما نزل سجل وشوفنا حاجة كده من ريحة زمان. هي اللعيبة ما بتلعبش غير لما تلاقي ليها بديل واتنين وتلاتة. حمدي لسه بره الفورمة، ياريت نخلص بقى، انت من الكونفدرالية اللي قبل اللي فاتت وانت مش معانا. نصيحة ليك يا فريرة، ناصر ماهر لازم ميبقاش هو الراجل بتاعك في الزمالك، ده ليه طريقة معينة لازم تتعامل بيها. يعني يلعب ماتش ويريح اتنين، وبعدين يلعب ماتشين وبعدين يريح ماتش، وبعدين يلعب ماتش أو ماتش لأ. لاعب بعقلية ناصر ماهر دي لو ضمن نفسه انه اساسي وانه محور الكون في نادي الزمالك، هتشوف اكتر نسخة متمرقعة منه في تاريخ الكوكب. وعشان انتوا مبسوطين النهاردة مش هجيبلكوا فقرة ناصر ماهر، يلا اتبسطوا، بس معلش لازم تشوفوا دي. عمر جابر ضعيف قوي مع بزيرة، اتمنى اشوف بارون اوشينج ده اكتر الفترات الجاية، لان عمر تحت بزيرة مش بس بيظلم نفسه، لا ده كمان بيقلل فعالية بزيرة. محمد صبحي أول مرة شفناه كان في الدقيقة 38، والشوط التاني خط الدفاع كان بيحاول باستماتة إننا نلبس جون لكن ما نجحوش، فبالنسبة لي صبحي خارج التقييم. عمر جابر 4/10، الونش 5/10، حسام 6/10 عشان الكورة الطولية اللي كان بيلعبها بالمقاس، فتوح مهزوز 3/10، ربيع مقاتل 6/10، حمدي 3/10، ناصر ماهر 2/10. لما خرج الأهداف بقت بتتسجل بسهولة أكتر ودي حاجة عيب في حقه. بزيرة 10/10 ونجمة، أحمد شريف 7/10، عمرو ناصر 6/10 وفيه أحسن. شيكو بنزا ضيع كورتين في الآخر ما يضيعوش 1/10. سيف جعفر جاب جون لكن ضيع واحدة سهلة برضه 5/10. الجزيري 7/10، يرميله الكورة في المساحة وهو هيتعامل. أوشينج 4/10، محمد السيد 0/10، وياريت تنزل على أرض الواقع شوية. لحد دلوقتي أنا مش شايف أي شغل للمدرب في الملعب، كل اللي بيحصل اجتهادات لعيبة، فبالنسبة لي فريرة 2/10، والاتنين دول عشان التغييرات بس مش أكتر.